قناة خضر إسماعيل تقدم مع الموسيقى هنسهر والمغنى والألحان، نسمع أغاني وطرب من فن أهل زمان، مليان ثقافة وأدب، أشكال على ألوان، معاني سامية وجميلة بتسمو بالوجدان. ما الفن أصله اتخلق لسعادة الإنسان. أغاني، كلمات ومعاني. إعداد وتقديم خضر إسماعيل وعلي عيسى. شاعرنا الكبير الأستاذ خضر إسماعيل، أهلا بحضرتك من خلال هذا اللقاء المتجدد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا بك يا أستاذ علي، وأهلا بالسادة المستمعين والمتابعين والمحبين والمشاهدين. أهلا بكم جميعا معانا ومعاكم في أغاني، كلمات ومعاني، في حلقة خاصة جدا جدا، أتمنى إنها تعجبكم. أستاذ خضر، يمكن النهاردة عامل مفاجأة لينا ولكل المتابعين مع أغنية ميت أشوفك، والمفاجأة إن الأغنية غناها 2 من عمالقة المطربين، محرم فؤاد ومحمد رشدي. وإن كان طبعا يعني الأغنية خدت الصيت العالي لمحمد رشدي. الأغنية من كلمات الشاعر الكبير محمد حمزة وألحان بليغ حمدي. فأنا اتفاجئت يعني النهارده باختيارك، وإن الأغنية غناها أكتر من مطرب كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن أنا النهارده عايز أقدم للمتابعين والمشاهدين حاجة للتأمل، حلقة أو الحلقات اللي هتترتب على الأغنيتين دول للتأمل. هي مقصود بها التأمل قوي في مدى التنافس الفني الشريف الجميل اللي يسري الحياة الفنية ويجعلها أكثر جمالا وبهاء ما بين مطربين كبار قوي قوي، بكل منهم لهم مذاقه الخاص بيه، ولكن هما الاثنين في قمة من القمم، يعني في كل واحد فيهم في مكانه قمة عالية شامخة وكبيرة جدا، وهو محرم فؤاد. ومن هو محرم فؤاد طبعا حضراتكم عارفين، ومحمد رشدي ومن هو محمد رشدي وباع محمد رشدي في الأغنية الشعبية. لكن أنا قبل ما هتكلم في ده، أنا هتكلم في حاجة تانية قوي، يمكن كنت اتكلمت فيها قبل كده لما كنت بتكلم على أغنية عدوية وأغنية بهية. عدوية لمحمد رشدي وبهية لمحمد العزبي. الحقيقة أن هناك كان تنافس جيد وجميل من أجل الفن وللفن ما بين محمد العزبي وما بين محمد رشدي، وهما الاثنين في مضمار وفي ملعب الأغنية الشعبية، ولكن لكل منهم كان مذاقه ولكل منهم كان طريقته في الغناء، بس كانوا مواكبين لأعمال بعض بدرجة غريبة جدا، ويكاد يكون هناك تماس ما بينهم في هذا المضمار. فحينما غنى عدوية، غنى محمد رشدي عدوية، استعد محمد العزبي ليه وغنى له بهية. ولكن اللي خلاني اقول الكلام ده ايه؟ ان محمد العزبي اللي الف له بهية مين؟ محمد حمزة. فهو نفس السمة او الطريق او طريقة الكتابة عند محمد حمزة في الاتكاء على الفلكلور الشعبي هي لما كتب بهية. ما ننساش ان احنا زمان وكلنا عارفين ما كان يقال: يا بهية وخبريني عن اللي قتل ياسين، قتلوه السود عينيا من فوق ظهر الهجين. دي حاجة فلكلور شعبي اتكأ عليها محمد حمزة، كتب الأغنية بتاعته. وكتب بهية وعيون بهية، كل الحكاية عيون بهية، واتكى على الفلكلور وكتب الأغنية بتاعته بنفس الكيفية. هنا برضو نفس الكيفية، الاتكاء على الفلكلور الشعب الصعيدي، لأن الحقيقة إن الفلكلور الشعب الصعيدي غني جدا وثري جدا بالأغاني والمواويل والفنون، ومش تحيز لأني أنا أصلي صعيدي وجذوري صعيدية، ولكن دي الحقيقة وجه قبلي عمران ومليء قوي بالفنون في الكتابة وفي الغناء وفي الموسيقى بصراحة. بس يمكن بعض الناس مش منتبهة شوية لهذا، لكن الحقيقة كده، الحقيقة فن الواو، فن الكف، فن الموال، كل دي فنون يعني تخضع
وتعتبر من الفنون الأصيلة اللي موجودة في وجه إبلي، ابتداء من الجيزة، حتى مش هقول لا، من الجيزة وانت نازل لغاية ما توصل لغاية أسوان. طبعا في الكتابة فن الواو نفسه، والرباعيات والسداسيات والخماس الأعرج، كل دي فنون يظهر بها وجه إبلي حقيقي يعني. وعلى هذا الأساس تجد إنها قدام، نحن أمام يعني منطقة غنية وثرية، الابداع. حاجة يعني تروح فين وتيجي منين، تسيب ابن عروس تلاقي غيره، وهكذا يعني. ولا حد خالي من الهم واصل حتى جلوع المراكب، وما تقولش للايه للندل يا عم لو كان على السرج راكب، وهكذا. كلام جميل وكلام حلو وفنون رائعة. وهذه الفنون استطاع الشاعر الحديث انه يتكئ عليها ويكتب بها اغاني ما زالت خالده لغايه الوقت في غنائنا العربي. انا كل ما اقول التوبه يا ابوي ترميني المجادير، برضه ما هو ده فلكلور الصعيدي برضه. وكده وهكذا. وهنا بقى في حلقتنا اليوم نجد برضه الاتكاء من محمد حمزة على الفلكلور الصعيدي بالفعل. وحتى لما كتب اغنيته دي كتبها بطريقتين، طريقة غناها محرم فؤاد، وهنشوف الكلام ده مع بعض دلوقتي واحنا بندخل، وطريقة غنى بيها محمد رشدي. لكن الاصل برضه هو الاتكاء على على الفلكلور الصعيدي، اللي هي متى اشوفك يا غايب عن عيني، وحشاني الفرجة والله وبعدك على عيني. عند محمد رشدي. عند محمد رشدي. التاني بقى اللي متى اشوفك يا غايب عن عيني، وحشاني عيونك يلا وفراقك على عيني، كده يعني. بهذا الكلام بالطريقة دي وبالاسلوب ده كتب محمد حمزة، واتكأ محمد حمزة على هذا الموضوع. لكن تعالوا نقف قدام حاجة خطيرة قوي، وهي ايه؟ لما كنا بنتكلم على عدوية ونقول الملحن، فكان الملحن في ذلك الوقت بليغ حمدي. ولما كنا بنتكلم على بهية فكان الملحن برضه بليغ حمدي. هو القاسم المشترك الوحيد او المتغير الثابت اللي ما تغيرش كان بليغ حمدي. لكن هناك اتغير الأبنودي مع عدوية، واتغير محمد حمزة مع العزبي. انما هنا بقى ثبت محمد حمزة مع الاثنين واتغير، وثبت بليغ حمدي كملحن مع الاثنين، واختلف المطربين. بقى في عندنا المطربين هم المتغيرين اللي هو رشدي ومحرم فؤاد. نيجي نقف قصاد الكلام ده وندقق فيه ونشوفه. الكلمة نفسها واللفظ نفسه عندنا في وجه إبلي ميتة. لفظ ميتة في وجه إبلي دي هو لفظ تقدر تقول إن هو يبدأ من الجيزة وينتهي في أسوان، بس نبرة الصوت هي اللي بتختلف كلهجة. كلهجة من اللهجة. نبرة الصوت بتختلف، فهي خفيفة في منطقة الشمال، يعني ميتة، لكن تقيلة قوي في منطقة الجنوب، سوهاج وانت نازل على أسيوط سوهاج هنا أسوان، تقيلة تلاقيها ميتة تلاقيها كده فيها فيها تقل حب. وكأن الطقس والمناخ ودرجة الحرارة لها تأثير على على النطق. فهي دي، وهي دي حجر الزاوية اللي بيبدأ منها الكاتب يشتغل، وهي ميتة أشوفك يا غايب عن عيني. بالكلام ده وبالطريقة دي وبالموال ده احنا يعني بنحط بس أساس للكلام اللي عايزين نتكلم عنه. لكن الكلام الحقيقي هيبان ويتوضح قوي لما تسمعوا معايا صوت محرم فؤاد وهو بيقول المذهب بتاع الأغنية، وتسمعوا معايا كمان صوت محمد رشدي وهو بيقول الأغنية، مذهب الأغنية برضه. هنا المذهب وهنا المذهب، وتقارنوا ما بين المذهبين، وبصوا شوفوا طبيعة محمد رشدي وأصول محمد رشدي اللي هي جاية من كفر الشيخ، من دسوق. هو من دسوق ومن كفر الشيخ، والموالد والفن الشعبي الأصيل اللي موجود واللي بيتولد في الموالد عندنا في وجه بحري مأثر حتى على طريقة تناول محمد رشدي للأغنية وطريقة الغناء عند محمد رشدي. لا هتلاقوا بقى تأثر محرم فؤاد باللهجة الصعيدية لوجوده في وقت من الأوقات في منطقة وجه إبلي
وفي سوهاج على سبيل التحديد. فمتأثر قوي بيها، وحتى وهو بيغنيها واضحة قوي، واضح قوي ان هو بينتمي في الغناء ده وفي اللغة دي للعب الجنوبي من الصعيد. ده هنشوفه. وانا احنا كده بنشوق المتابعين والمشاهدين والمستمعين عشان ندخل بقى في الحلقة اللي جاية ان شاء الله في بداية المقطع الاول من الاغنية عند محمد رشدي ومن الاغنية عند مين؟ محرم فؤاد. وكمان انا بقول الكلام ده مش مجرد تشويق فقط، ولكن انا بساعد المستمع معايا انه يتلمس الخيوط كويس قوي، عشان احنا في منطقة شائكة. خد بالك احنا في منطقة شائكة، فن شعبي اصيل وفنان شعبي اصيل اللي هو محمد رشدي، ومعانا فنان رائع جدا متعدد المواهب، عبقري، موسيقار في نفس الوقت، يعني راجل بيلحن لنفسه احيانا وهكذا، وراجل تقيل قوي قوي قوي، راجل من اعمدة الفن الغناء المصري وهو محرم فؤاد. فانا عشان كده، عشان الموضوع شائك قوي، بحاول ابسطه للساده المستمعين. في كل الاحوال انا يعني قلت ما عندي، وارجو ان انت تساعدنا برضو استاذ علي، وتزع لنا المذهب بتاع الاغنيتين، مره بصوت محرم ومره بصوت رشدي، عشان الناس بنفسها توجد الفوارق اللي انا اتكلمت عنها وتحسها بنفسها وتشوفها بنفسها. اشكرك يا استاذ خضر، ونترك المشاهدين والمتابعين ان هم يستمعوا بدايه المذهب هنا وهنا ان شاء الله. اتفضل يا استاذ علي. شكرا جزيلا. عفوا حبيبي، اشكرك. سافر حبيبي، غايب حبيبي، فاتنا حيارة ويا السهارة، قولوا لنا فينه أو فين طريقه. مراسيل شايلانك شوق مننا يا جميل. ابعت مراسيل شايلانك شوق مننا يا جميل. وبلون الحب رسمنا قلوب فوق المناديل وحكينا قصصنا واحوالنا. قلنا لك ايه جرالنا، قلنا لك ياما ولا قلتش، متى حدينا ما بتردش. قلنا لك ياما ولا قلتش، متى حدينا ما بتردش. ومتى اشوفك يا غايب عن عيني، قتل الفرجة والله وبعدك على عيني.
عيني عاللي رميني انا وقلبي في بحر أشواق. عيني عاللي نسيني وناسي إن الفراق حراق. عيني والله الله في سماه لولا الملامة لكنت اروح له واغزل نسيم الفجر ليه طرحة من الأشواق. وعيني بعدك على برك رسيني يا مطول ليلي في بعدك على برك رسيني عطشان والنظرة الواحدة في عيونك ترويني. انت اشوفك يا غايب على عيني وحشان عيونك وفراق على عيني. انت اشوفك يا غايب على عيني وحشان عيونك وفراق على عيني. ومتى اشوفك يا غايب عن عيني وحشان عيونك وفراقك على عيني. لحد كده النهاردة خلصت الحلقة، ومعادنا بكرة سوا نكمل الغنوة ونبين المعنى ونشرح الألحان. معادنا بكرة سوا مع فن أهل زمان، أغاني كلمات ومعاني.